يا مساء الفل. أهلا بيكم مع وصفة جديدة من قناة بيت العز يا بيتنا. النهاردة هنعمل أحلى كباب حلة، وصفة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في كل بيت. قبل ما أدخل في المكونات حبيت أفكركم إذا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتسيبوا لنا تعليق علشان إحنا قناة لسه جديدة ومحتاجين دعمكم. يلا ندخل في الموضوع. مكوناتنا النهاردة معانا نص كيلو لحمة، ومعانا 3 بصلات، ومعانا زيت، ومعانا يفضل سمنة، دي سمنة أنا عملتها في البيت، ومعانا زبدة، ومعانا شوية ملح. وبالنسبة للبهارات معانا معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة 7 بهارات، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة من السكر، ومعانا 4 فصوص حبهان، ومعانا حوالي 4 أو 5 فصوص من القرنفل، ومعانا ورقة لورا. طيب خلينا بقى نبتدي نقطع اللحمة وندخل في الموضوع. هنقطع اللحمة قطع صغيرة عشان تستوي بسرعة. يعني الحجم ده كويس. ونخرط البصل شرايح. هنجيب حلة ونحطها على النار، وهنحط حوالي معلقتين زيت وحوالي معلقة سمنة، خليهم معلقتين، وهستنى لما الزيت والسمنة يسخنوا كويس قبل ما احط اللحمة. تمام كده، هو ده الصوت اللي احنا عايزين نسمعه. لازم الزيت والسمنة يسخنوا كويس عشان اللحمة تاخد صدمة وتقفل المسام بتاعتها وتفضل طرية بدل ما تنزل المية اللي فيها وتنشف. مش هنقلب اللحمة، هنسيبها حوالي 3-4 دقايق لغاية ما الناحية اللي تحت تتلسع وتاخد لون، وبعد كده هنقلبها على الناحية التانية. تمام كده، اللحمة اتشوحت واخدت لون. هنزل عليها بشوية البهارات، بس مش هضيف الملح دلوقتي لان الملح بيخلي اللحمة تنشف وتغيب في السوا، والسكر اللي مع البهارات هيخلي اللحمة تكرملايز وهيديها طعم حلو. وبعد كده هنضيف البصل، وزي ما انتم شايفين كمية البصل قد كمية اللحمة او يمكن اكتر شوية، وهفضل اقلب البصل مع اللحمة لغاية اما البصل يدبل. ولما نشوف البصل دبل ونزل ميته نضيف شوية مية مغلية يا دوبك تغطي اللحمة، مش عايزين نحط مية كتير، ونهدي النار ونسيبها بقى حوالي ساعة كده ولا حاجة ونيجي نشيك عليها. يعني ممكن كل ربع ساعة تلت ساعة نشوف إذا كانت محتاجة شوية مية نزيدها شوية مية، وهنغطيها ونبقى نرجع كمان ساعة. وعلى بال ما اللحمة تستوي هنعمل شوية رز. هنجيب حلة نحطها على النار ونحط يعني معلقتين زيت، معانا حوالي 3 معالق شعرية، ونقلبهم تقليبة حلوة في الزيت. وأول ما الشعرية تتحمر هننزل بالرز. دول معانا كوباية رز مغسولة كويس، رز بسمتي. نديهم تقليبة حلوة.
ونضيف كوبايتين ميه، يعني كوبايه رز وكوبايتين ميه. وهنسيب الرز يغلي لغايه ما يشرب ميته. اول ما يشرب ميته نوطي عليه خالص شمعه ونسيبه يعني 10 دقايق. هنحط شويه مرق الدجاج عشان تديله طعم. وهندوقه. لا لسه محتاج ملح، نديله رشة ملح. نقلبه تاني. واول ما الرز يشرب ميته ويبتدي يبقبق كده نروح موطين النار على الاخر ونغطيه ونسيبه ونرجع له كمان 10 دقايق. خلينا نشوف اللحمه اخبارها ايه. شربت الميه تقريبا. نشوف استوت ولا لسه. تقريبا استوت. اوكي، نحط لها شويه ملح، يعني معلقه مش كتير. نديها تقليبه حلوه. ونضيف لها شويه ميه مغليه بسيطه خالص، حاجه لا تذكر. يعني زي ما بيقولوا نسقسقها. نشيل دي خلاص ملهاش لازمة. خلينا نغطيها نسيبها كمان 5 دقايق. أنا بفكر أقطع بطاطساية وأحطها عليها. دي بطاطساية واحدة هضيفها للحمة وأزودها شوية مية مغلية. واسيبها تستوي كمان 10 دقايق على نار هادية. وادي الرز استوى وبقى تمام التمام. هزود له معلقة سمنة وهقلبه بالشوكة. خلاص جهز الرز، كلها دقيقتين وتكون اللحمة جاهزة ونروح نتعشى. الله الله الله، مية مية بصراحة. شوية رز يتاكلوا لوحدهم. مية مية. وادي اللحمة بعد ما استوت. انا زودت لها بطاطساية واحدة بس علشان العيال بيحبوا البطاطس، ودخلتها الفرن تحت الشواية 10 دقايق. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله منظرها يجنن. يلا بقى نروح نعمل لنا طبق حلو ونتعشى. وادي احلى طبق كباب حلة مع رز بالشعرية يجنن، وريحته واصلة للجيران وجيران الجيران. إذا عجبتكم الوصفة يا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتشاركوها مع أصحابكم وحبايبكم وتكتبوا لنا حاجة في التعليقات. ولأن احنا زي ما حكيت لكم قناة جديدة ومحتاجين تشجيعكم ودعمكم. ومتشكر جدا، ونشوفكم إن شاء الله مع وصفة جديدة من قناة بيت العز يا بيتنا.